السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل النهاردة مايونيز. انا بنتي طلبت مني، كنت عاملة سندوتشات وبنتي طلبت مني اجيب مايونيز، فطبعا رحت اشتري فلقيته غالي، فحبيت قلنا نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل من نص التمن، وهنوفر فيه كتير ان شاء الله. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا معايا كده كوباية زيت وليمونتين وبيضتين وتلت كوباية خل. دي كل المكونات اللي هنستخدمها. طبعا عشان انا بس مستعجلة عملته في الخلاط على طول. انا جبت الدرع الخلاط، نزلت معايا بيضتين بلدي، خدت واحدة والتانية خدت البياض بس. انا ممكن تعمليه بالبياض بس برضو، ممكن حسب رغبتك يعني. ومعايا كده هعصر كده الليمونتين وهجهزهم بالطريقة دي. ممكن تجهزيهم في كوباية وتجهزيهم يعني وتنزلي بيهم، بس انا عملت كده في الخلاط عشان انا مستعجلة وكنا خلصنا السندوتشات وبنحط الاكل. هنعصر كده الليمونتين وهنجهزهم معانا بالطريقة دي. وطبعا هنزل بتلت كوباية من الخل وحبة ملح صغيرين كده وحوالي نص معلقة سكر. ده كل المكونات اللي هنستخدمها. بعد كده هحطهم في الخلاط واخلطهم في الخلاط كده على طول. طبعا الغطا انا مغطيه الخلاط وشايله بس الفتحه بتاعته. بعد ما دوبت كده وخلطت المكونات معايا، نزلت بالزيت. تنزلي كده بالزيت سرسوب يعني حاجه صغيره، يا دوبك خيط كده من الزيت، بدنك نازله والخلاط شغال. انا كده بنزل واحده واحده يعني، حاولي ما تتجليش او ما تكتريش. ولما تيجي طبعا تفصلي الخلاط، عشان بس يبقى طبعا الفتره كبيره على الخلاط، فقبل ما تفصلي بتكوني شايله الزيت. بعد ما بدأ يتقل معايا كده، بعد اول كوبايه تاني كوبايه كنت شلت الغطا وكان معايا تقيل بالطريقه دي، بدأ يتقل. ونزلت بالكوبايه التانية برضو وانا شايله الغطا لحد ما اداني معايا القوام المظبوط ده. دي القوام المظبوط اللي بتاع المايونيز يعني بجد. مش قادرة اوصف لكم، هو يعني ما خدش وقت، يعني 5 دقايق بالكتير كنت عملتيه. ووفرت كتير في التمن. يعني بيضة ونص وحبة زيت من البيت وليمون وخل. ان شاء الله هنعمل احلى مايونيز وهنقدمه كده مع السندوتشات ومع الاكل. طبعا الاولاد كله بيحبوه مع هو والكاتشب. هتقدميه كده بالهنا والشفا، ومش هياخد منك وقت ومجهود ويوفر عليك كتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير كده وتكتبوا لنا تعليق، وحاولوا كده تدعمونا ان شاء الله بيكم. وكده انتهى الفيديو، وهنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.